وبعد ساعة حيرة هناكل ايه هناكل ايه، قلنا نعمل مقلوبة الغلابة. تعالوا نشوف هنعمل مقلوبة الغلابة ازاي في 5 دقايق بالظبط. هات طماطمتين وشوية فلفل الوان وفص من الثوم وبصلاية صغيرة خالص او نص بصلاية كبيرة، وهاتي كيس مكرونة. وتعالي نشوف هنعملها ازاي. هاتي كل ده كده قطعيه حتت كده زي ما انا مقطعاه وحطيه في قلب الحل. ايوه حطيه في قلب الحل من غير تحمير ومن غير اي حاجه. انا جربت اللي متحمر، اللي هو انا احمر المكرونه وبعدين احط عليها المكونات دي، وجربت دي بصراحه. دي كفايه بس ريحتها كده وهي كل حاجه شاربه من بعضها ومستويه في نفسها كده بجد. لا اللي ما جربهاش فايته كتير يا جماعه. مش تخسري حاجه، كيس مكرونه وكده كده انت قاعده محتاره مش عارفه تطبخي ايه اللي اعملي ايه، واعملي جنبها كام بيضه كده للعيال جنبها وتبقى اسمها مقلوبة الغلاب. حطي على المكرونه بالخضار ده كده 4 معالق زيت ومكعب زبده، او انا بصراحه حطيت زيت بس، شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح، شويه بابريكا لو عندك، ومكعب ماجي ورقتين مرق الدجاج بس، ما حطيتش عليها اكتر من كده. بس دي بقى عاوزه تعمليها تكونوا بقى ايه خلاص قاعدين هتاكلوا، انت حضري كل حاجه وسيبي دي للاخر قبل ما تملي كده ازازه الماء تكون هي استوت معاكي. تمام شوحيها بقى كده. اقول لكم تاني حطينا فيها ايه، طماطم وبصل وفلفل الوان او فلفل عادي وبصلايه وكم طماطمايه كده واللهم صل على الحبيب مصطفى، كيس صلصه او معلقه صلصه. عاوزين تكتروا الصلصه عن كده كتروا، عاوزين تكتروا الطماطم شويه اكتر من كده كتروا، ده حاجه ترجع لكم انتوا. وفصين من الثوم وشويه من التوابل اللي انا قلت لكم عليها، وقلبي كله في بعضه كده زي ما انت شفتيها. بصي بجد يعني حاجه كده فخر من الاخر. كل ده بقى انا بشوحه كده بالمعلقه قدامي، بالمعلقه قدامكم. طبعا هو بصوا بدأت بقى هي ان هي بقى تشرب من نفسها كده، ومعايا ميه بقى سخنه كده. بصراحه دي كانت ميه السخان، مش ميه سخنه يعني مغليه وكده. بصوا لونها عامل ازاي وطعمها، والله العظيم ريحتها حاضر يا مك ثواني، والله العظيم ريحتها كانت قلب الدنيا. هوريكم شكلها كمان دلوقتي هيكون عامل ازاي بعد ما تستوي. وغطاها بغطا يكون كبير عن الحله، غطاها بغطا عادي يعني، بس انا مكنتش لاقي الغطا بتاع دي فحطيت واحد كبير على نار عالية. وبعد كده بقى ايه عاملاها معاملة الرز كده. ما تخليش المية تغرك قوي يعني، ما تتغرش في المية ان هي تاخد مية كتير وكده، لا يعني مش تاخد مية كتير ولا حاجة. وسيبي فيها شوية من الصوص كده بحيث ان انتي تاكليها. اعملي جنبها وتتسوي مقلية ولا حاجة، وطماطمية وخيارية وبطين مسلوقين وبس كده. وطعم اوريها لكم واحنا بنغرفها تكون عاملة ازاي. بس عشان المفرش بيتلسع فحطيت تحته اي حاجة. بصوا مفرفرة ومفلفلة وفيها صوص خفيف كده وايه زي الفل. انا هروح اغرف الباقيين دول في الطبق التاني للعيال يعني متقلقوش. هو كيس يضربك بصراحة كان حلو لينا يعني. بص شكلها عامل ازاي ما شاء الله. حطيت بقى جنبها كده حتة مخللايه من اللي احنا عاملينها و... وبيض زي ما قلت لكم وطماطم وخيار وبطاطس مقلية. حتى انا مقليتش بطاطس بس انا بقولك اعملي بطاطس مقلية جنبها. وكانت غدوة سريعة وسهلة ودي الناس المحتارة اللي زي حالاتي. يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم. بصوا منظر المكرونه عامل ازاي، والله العظيم ريحتها كانت جميله. لايك وشير وسبسكرايب بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.